ناخذوا امراه غادي تولد، تمشي تولد بالسيزاريان، الطريف ناسيونال ريغلومونتير هي 8000 درهم. الا عندك لا سي ان اس اس كتخلص 30% على 8000 درهم، يعني كتجيك 2400 درهم. الا عندك لا كنوبس كتخلص 10%، كتخلص 800 درهم. بالنسبه لا سي ان اس اس كتحمل الباسيون ولا المريض كيتحمل 30% ولا كاس كتحمل 70%. لا كنوبس دابا المواطن كيتحمل فقط 10% الموظف. هاد الايام خرج واحد القرار اللي دار ضجه كبيره في المغرب. البرلمان صادق على دمج الكنوبس مع السينيسيس، والقصه ما وقفاتش هنا. المعارضه كتقول غادي نمشيو للقضاء. دابا السؤال اللي كيطرح راسو، واش هاد الدمج غادي يكون في صالح المواطن ولا غادي يزيد يعقد الصحه في المغرب؟ وشنو كينتظر الموظفين، الطلبه وذوي الحقوق؟ خليك معايا حتى الاخير، حيت هذا الموضوع كيهمك مباشره. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تعتمد بموجبه هيئة واحدة لتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. نهار 13 يناير 2026 مجلس النواب صادق بالأغلبية على المشروع القانون 54/23. هذا القانون اللي كينص على دمج الكنوبس مع السينيسيس. التصويت جا كالتالي: 95 نائب صوت معاه و40 نائب صوت ضد، بلا حتى تعديل واحد في النص. يعني الحكومة دوزات المشروع كيف ما هو رغم الاعتراضات والاحتجاجات داخل البرلمان. وزير الصحة قال باللي هذا القرار داخل في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وتوحيد تدبير التأمين الصحي وهيئة وحدة بدل جوج هيئات. بمعنى دابا السينيسيس غادي تولي هي المسؤولة الوحيدة على موظفين القطاع العام، القطاع الخاص وحتى فئات أخرى. الهدف اللي معلن بين قوسين تقليص الفوضى قال لك، وتوحيد الأنظمة، تحسين الحكامة وضمان الاستدامة المالية. هذه هضرة ديال الأغلبية ماشي ديالي. ويضيف الوزير: خاصنا التقائية وفعالية في التدبير وما يبقاش كل صندوق بوحدو. داك الشيء علاش جمعوا كنوبس مع السينيسيس. خيلوطة. شنو غادي يتبدل للمواطن؟ هنا مربط الفرس. شنو غادي يوقع لينا كمواطنين؟ بالنسبة للموظفين اللي كانوا في كنوبس غادي يتحولوا اوتوماتيكمون للسينيسيس، نفس الحقوق ولكن التدبير غادي يتبدل. بالنسبة للأبناء والطلبة، رفع سن الاستفادة الأبناء اللي كيقراو حتى ل 30 سنة بدل 26. أما بالنسبة للطلبة يقدروا يستافدوا كذوي حقوق أو يلتحقوا تلقائيا بالآم وتضامن. أما بالنسبة للطلبة الأجانب غادي يستافدوا من التأمين عبر اتفاقيات خاصة. ولكن السؤال الكبير، واش السينيسيس قادر تدبر هذا الكم الهائل من الملفات؟ المعارضة كانت واضحة وحادة. سعيد باعزيز قال الحكومة دوزت المشروع بلا تعديلات، وهذا الشيء تطاول على اختصاصات البرلمان وهدد باللجوء للمحكمة الدستورية. أما إدريس السنتيسي قال الحكومة مستهترة، ما حدداتش أجل النصوص التنظيمية، وزاد هذا الشيء كيخلق غموض وخوف. المعارضة طرحت نقاط خطيرة بزاف. كنوبس عندها عجز مالي ديال 1.28 مليار ديال الدرهم سنة 2023. والسؤال، واش كنوبس غادي تحمل هذا العبء ولا غادي يطيح الحمل على المؤمنين؟ تفاوت كبير بين الصندوقين في نسب التعويض، جودة الخدمات وفي أجل الملفات وحتى الأمراض المزمنة اللي مكلفة، والخوف من تأخير التعويضات وتراكم الملفات وحتى تراجع جودة الخدمات. كاين فرق كبير بين كنوبس والسينيسيس وهذا الشيء معروف. الأغلبية كترد وكتقول هذا الدمج ضروري كيصلح الاختلالات التاريخية وخطوة جريئة في الحماية الاجتماعية. وكيقولوا أيضا ماشي تعديل شكلي بل إصلاح جذري وعميق. وكيأكدوا خاص المواكبة، خاص الموارد البشرية، خاص التجهيزات التقنية، وخاص تقييم مستمر. وحنا كمواطنين كنقولوا شنو هي الضمانات وعلاش ما تعممش الامتيازات ديال كنوبس على السينيسيس؟ علاش ضروري خصو يوقع العكس؟ بالنسبه للسينيسيس ولا كنوبس هذا كان واحد الوقيته نقاش وكان مطلب، ولكن المشكل فين كاين؟ عوض ما يوقع الدمج ديال لا كنوبس ولا سينيسيس ونمشيو للافضل، القانون ديال الدمج ديال لا كنوبس ولا سينيسيس غيدينا الاسوء. ودابا هذا الدمج ديال الكنوبس مع السينيسيس من جهه توحيد النظام وتبسيط المساطر وتوسيع الاستفاده، ولكن من جهه اخرى كاين تخوفات حقيقيه وضغط كبير على السينيسيس مع خطر تراجع الجوده. الكره دابا في الملعب ديال التطبيق،
حيث القوانين كتبان زوينة في الأوراق، ولكن في الامتحان الحقيقي هو في المستشفى، في التعويض وفي كرامة المواطن. وقول لنا في التعليقات واش مع دمج الكنوبس مع السينيسيس ولا خايف من العواقب؟ وإلا عجبك التحليل دير لايك سبسكرايب وشارك الفيديو مع اللي كيهمهم الموضوع، ونتلاقى في موضوع آخر من صحافة المقهى. دوزو بخير.